السلام عليكم، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. قناة منوعات لوجين ومع الوصفات السهلة وبسيطة والمزيونة. ندخلوا ديريكت في الوصفة ديال اليوم. هي عبارة عن كيكة مزيونة بزاف، كيكة بمذاق ديال ملوزة القرقاع. وكيف قلت لكم في العنوان بدون دقيق، ما غنعملش فيها دقيق يعني البياض ديال الفرص. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فهاد الكيكة كتجي روعة الصراحة وخطيرة بزاف، والصراحة الا جربتوها غادي توليو مدمنين عليها. كتجي هشيشة بزاف، وديك المذاق يعني ملي كتاكلها كتذوق ديك كتجيك ديك المذاق ديال ملوزة القرقاع، وديك الطبقة الفوقانية كراميليزي، يعني ديك القرقاع كنعملو بواحد الطريقة مزيونة بزاف. فخليكم مع الطريقة، ما غتندموش الا تفرجتوا الفيديو وغتوليو نتوما تعجبكم وتعملوها ان شاء الله. فنخليكم مع الطريقه والمقادير، وكيف كتشوفوا في الفيديو كتجي هشيشه بزاف. انا قلت لكم يعني انا كناكله، وكان كل معلقه كتاكلها كتزيد تجذبك انك تاكل معلقه اخرى. فكنتمنى ما تبخلوش عليا من لايك وتعاليق مزيونه، باش دائما نشارك معكم الوصفات ديالي. هذه وصفه يعني انا جربتها بطريقه ديالي، فكنتمنى تعجبكم، ودائما مع وصفات منوعات لوجين. اذا على بركه الله نبداو بالكيكه هي الاوليه. فبالنسبه للكيكه غادي نحتاجو فيها 4 ديال البيضات بحراره المطبخ بحجم متوسط. عندي هنايا فاني وخميره ديال الحلوى. هنايا غادي نستعمل الجبن، يعني هاد الكيكه انا قلت لكم مختلفه شي شتيتو. غادي نستعمل الجبن ديال هاد الماركه هادي، اللي عنده جبلي يعملو، اللي عنده فيلاديفيا. المهم الجبن هذا غادي نعمل تقريبا 250 ديال الغرام، يعني هاد اللاطه هادي فيها 300 الغرام. انا عندي يعني كنا كلينا منه شويه. عندي كاس فيه نص ديال الطحين الفينو ونص ديال السميده. عندي كاس ديال الزيت وكاس ديال السكر، وهنا كاس ديال القرقاع اللي مطحون. بالنسبه للكاس ديال اللي فيه نص كاس ديال الفينو ونص كاس ديال السميده، تقدروا تستعملوا غير كاس ديال السميده او كاس ديال الفينو، يعني وحده فيهم. صافي غادي نبدا بالوصفه. غادي نعمل بيضات. ضروري مطرب الكهربائي، لان الجبن باش يدخل في البيض مزيان ويطلعوا داك البيضات ويجي داك الكيكه هيدا منفشه. عرفتي هاد الطريقه اللي عملت هاد الكيكه صراحه جات روعه خطيره، ما جاتش ناشفه، ما جاتش هكا كتوحل يعني في الحناجر، كتاكله يعني فازقه كيف كنقولوا، بديك الجبن وبديك القرقاع كيواتيو بعضهم. وما عملتش فيها الدقيق، يعني فيها غير السميده، كتجي هيدا هشيشه. فكنتمنى تجربوها. هنا عملت البيض، عملت السكر، عملت فاني. غادي نطربوا مع بعضهم مزيان تيطلعوا يتغير لي اللون ديال البيض الابيض شيئا ما. المهم غادي نطربوا مزيان، وغادي نضيف اضافه الزيت. غير هنا الزيت خصني نبقى نضيفو شويه بشويه باش ما المهم باش كتجي داك الكيكه هيدا طالعه ما كترجعش الكيكه. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل انا هنايا في الكيكات ديالي. غادي نستعمل الطراب اليدوي دابا، من بعد تنعمل الجبن عاد نرجع نستعمل الطراب الكهربائي. بالنسبه للجبن هنايا ملي جبرت تقريبا 3 معالق كبارين معمرين، يعني اللي ما عندوش باش يعبر غادي تعملوا 3 معالق معمرين مزيان. واللي عنده جبلي يعني يقدر يعملو كامل، كنظن هذاك فيه تقريبا 3 معالق كامل. صافي غادي نطرب مزيان هاد الجبن، وهاد الخطوه هذه ضروريه، لان الجبن ما خصوش يبقى هيدا مفرتت، خصو يدخل مزيان في الخليط. من بعد ما طربته مزيان غادي نضيف دابا النواشف. عندي كاس ديال القرقاع ما مكمولش مطحون مزيان، وعندي ديك الكاس ديال اللي مخلط ما بين الفينو والسميده. بالنسبه للقرقاع انا هنايا غير ما كفانيش يعني كاس باش يجيني كاس مكمول، تقدروا يعني تزيدوا حتى تكملوا الكاس. يعني عندي واحد الخميره كيميائيه. صافي غادي نخلط الخليط مزيان غير بطراب يدوي حتى كينسجم بهذا الشكل هذا. هذا هو القوام ديالو. وغادي ندوزو دابا باش نوجدوا الطبقه اللي كتجي من الفوق، كتجي مقرمشه غزاله مع واحد السر باش ما كتقصحش. غادي نعمل 2 معالق د الزبده في واحده مقيله،
غادي نخلي الكيكه على جنب وغادي نعمل 2 معالق. وكيف قلت لكم غادي نعطيكم واحد السر، لان هي هاد الكراميل هادي يعني مع الفواكه الجافه الا عملتيها باش طيب في الفران مع الكيكه، فملي كتبرد كتقصح. هنايا غادي نقول لكم شنو غتعملوا، تزيدوا معاها باش ما تقصح لكمش الكيكه ملي تبرد. هنايا عملت 4 معالق د السكر، وهذا هو السر. غادي نعمل معلقه كبيره معمره ديال العسل. داك العسل كيخلي داك الكراميل ملي كطيب مع الكيكه واخا كتبرد كتبقى هيدا معسله، كتذوق داك التعسيله ديالها وتقرميله ملي كتاكلها. غير هنايا انا في هاد الوصفه عملت غير شويه د الكركاع، الصراحه كان خصني نعمل كميه كتار. هادشي اللي كان عندي. عليها جات غير في الجوانب، كان خصها تجي فوق الكيكه كامله. والكركاع ما كان نهرسوهش بزاف، يعني انا عندي هذا اللي مهرس شويه، يعني كيجي قطع كبيره. اللي عنده كركاع مكمول يقطعو غير بالمسيده، يخليه طريفات كبارين باش كتذوق ديك كتلذذو ملي كتكون كتاكل الكيكه. صافي هنا عملت داك الكراميل اللي غنوجد على البوطه، وغادي نبقى ندوبها شويه بشويه، ما غادي نخليهاش حتى ترجع يعني ديك اللون ديالها البني. غادي نخليها حتى غير تغلي، طلع معاها الغاليه. انا صورت معكم الفيديو ما قطعت منه حتى مقطع باش تشوفوا مزيان. صافي هنايا غادي نزلهم على البوطه. وكيف قلت لكم يعني نتوما غتلاحظوا بان الكركاع جا اكثر من الكراميل. نتوما حاولوا تزيدوا الكميه ديال الكركاع باش يجيكم هيدا في الطاوه كامله، يغطيكم الوجه ديال الطاوه كامله. هنا فرشت الطاوه ديالي، ومن الاحسن تكون كتفتح، يعني اللي غنستعملو المول اللي غنستعملو يكون كيتفتح. من بعد غادي نضيف عليها الكيكه اللي وجدنا. من بعد غادي نبقى نضربها هيدا شويه حتى كتعاوط مزيان، وغادي ندخلها نفران على درجه حراره متوسطه. ما نجهدولاش العافيه باش ما كيتحرقش داك الكراميل من تحت. وكان هذا هو الشكل ديالها، كتجي غزاله رائعه. يعني انا شاركت معكم الطرق يعني كاملين. انا كنزول داك يعني هذا ديالها. فكيف ما قلت لكم هذاك الكركاع جا غير في الجوانب، جا غير في الحواف ديال الكيكه. هنايا غادي نضيف واحد الاضافه من عندي، عملت شويه د الكونفيتير ديال الخوخ، وغادي نعمل فوق منها شويه ديال الكوكو. فاحنا عمرنا ما كنحصلوا في الطبخ المغربي، دائما عندنا الحلول. صافي غادي نعمل كوكو وغادي ندوز باش نقطع معكم. جات لها شكلا ولا مذاقا خطيره بزاف. كنتمنى تجربوها، وكنتمنى يكون فيدتكم بهذا الفيديو. وفي فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده، وخليت لكم الراحه.